عايز اقول كلمتين بخصوص الدايت. حقيقه يا جماعه قابلت الفتره اللي فاتت ناس حياتها اتغيرت 180 درجه بسبب ان هي خدت قرار ان هي تبدا دايت وتغير ميزانها وتغير شكلها. ثقتها في النفس زادت. يا جماعه اكتر حاجه الدايت بيضيفه لحياتك هي الثقه بالنفس. بيخليك عندك ثقه تعمل اي حاجه في حياتك. الشخص اللي بيكون شكله مناسب وشكله متناسق بيكون عنده ثقه وحيويه يبدا اي حاجه في حياته، اي مشروع عايز تبداه في حياتك. فالدايت وشكلك الغير متناسق بيديلك قله ثقه في الموضوع، بيخليك ما عندكش الحماس انت تبدا، وبيخليك عندك الشؤم ان انت لو بدات الموضوع ده هيفشل. صدقوني لما بتبدا تنزل نزول صحي وامن شكلك بيتغير كل يوم ولبسك بيتغير وحياتك بتتغير، والناس بتقول عنك كلام حلو وانت بتعمل دايت. ده بيأثر بطريقه كبيره جدا على حياتك، بيخليك واثق في كل خطوه، وبالعكس بتروح تبدا اي حاجه كنت خايف تبداها من زمان، وبتلاقي نفسك اخذت خطوات جذريه كبيره قوي في حياتك. حقيقه يا جماعه فكره انت تبدا دايت وتخس وتغير شكلك بتغير حياتك من كل الاتجاهات، مش بس شكلك ولبسك، لا، مشاريعك اللي انت مأجلها، خطواتك اللي انت متاخر فيها، دراستك اللي انت لسه ما بداتهاش او انت لسه ما نجحتش فيها، بتبدا تنجح في كل مجالات حياتك. بيبدا يديلك ثقه زي الجيم كده، زي ما بتروح الجيم وانت بتعمل دايت بتاخد كل الطاقه السلبيه بترميها على جنب وبيبقى عندك طاقه ايجابيه. ان كل اسبوع وانت بتوزن وشكلك ومستك بتتغير لحظه انتصار كبير قوي ان انت بدات مشوارك وبدات تغير نفسك ورايح لطريقك. يا ريت يا جماعه كل الناس تبدا دايت. حقيقي انا كل حاله بقابلها وبخسسها 20 و25 كيلو 30 كيلو تبقى حاله نجاح ليا وليك. انا بكون سعيد جدا جدا بالحاله ان انا اخدته من الطريق الفاشل للطريق الناجح. حياتي غيرت كل مفاهيم حياته عن الشغل وعن الاكل والشرب. عايزين يا جماعه كلنا نبدا يا جماعه ونحمس بعض وندي طاقه ايجابيه للناس. بدايه يا جماعه طاقه ايجابيه مش بس شكل ومقاسات. وطبعا اهم حاجه صحتك. صدقني كل كيلو بتنزله دلوقتي بمزاجك وانت راضي عنه وواخد قرارك احسن ما تنزله قدام بسبب دكتور يقول لك لازم تخس عشان ما تدخلش العمليات، لازم تخس بسبب الوزن الزياده. لو نزلت دلوقتي هتنزل بمزاجك، لكن قدام هتنزل غصب عنك. صحتك امانه في رقبتك، ربنا بيحاسبنا على صحتنا يا جماعه. ان لبدنك عليك حق، لازم تغتنم الفرصه وتحاول تخلي بالك من صحتك. ابدا بالدايت، خلي بالك من صحتك.